يا جماعة، الأوقات الحرجة دايما بتحتاج تدخلات استثنائية، صح؟ احنا دلوقتي في وقت مش طبيعي خالص، وقت الزنقة المعتاد اللي كلنا عارفينه. لو حاسين بضغط وتوتر وقلق بياكل فيكم، وقاعدين تلوموا نفسكم وتقولوا يا ريتنا ذاكرنا من أول السنة، وقفوا تفكير فورا. الشرح اللي معانا النهاردة متصمم مخصوص عشان يكون طوق النجاة لينا كلنا، وهينقلنا من حالة الانهيار التام ده لخطة إنقاذ عملية جدا في اللحظات الأخيرة. حاسين إن الوقت بيضيع من بين إيديكم وفي حالة رعب حقيقية من الامتحانات؟ بصوا، إحساس الندم على الوقت اللي طار ده والضغط العصبي اللي مخلينا مش عارفين نتنفس ده طبيعي جدا وكلنا بلا استثناء بنمر بيه. وعشان كده الدليل السريع ده هو حرفيا فريق الإنقاذ بتاعنا. هيساعدنا كطلبة نعدي المرحلة دي بأمان تام وننقذ ما يمكن إنقاذه من غير ما ننهار نفسيا أو حتى جسديا في النص. طب يلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. في حالة الطوارئ القصوى دي احنا ما حالتناش غير موردين اتنين بس محتاجين نديرهم بذكاء: الوقت والتركيز. احنا محتاجين نوفر اكبر قدر ممكن من الوقت اللي فاضل، وفي نفس الوقت نضمن اننا في قمة تركيزنا، لان بصراحة كده توفير 10 ساعات مذاكرة من غير تركيز بيساوي صفر، والمذاكرة مش هتدخل الدماغ اصلا. المعادلة هنا بسيطة جدا: وقت قليل بتركيز جراحي احسن 100 مرة من يوم كامل ضايع في التشتت. الركيزة الأولى معانا النهاردة هي روشتة النوم، ودي بقى للأسف الشديد أكتر حاجة إحنا بنضحي بيها وبنبهدلها في فترة الامتحانات. تفتكروا إيه أكبر غلطة بنعملها كلنا؟ إننا بنحاول ننام بدري غصب عننا. فالنقطة الجوهرية هنا هي إننا نثبت ميعاد الصحيان مش ميعاد النوم. يعني لو دخلنا السرير وإحنا أصلا مش نعسانين هنفضل نتقلب بالساعات وهنتوتر أكتر وأكتر. فالحل الوحيد والمجرب 100% هو إننا نجبر نفسنا على الصحيان بدري مهما كان ميعاد نومنا متأخر، عشان بس نظبط ساعتنا البيولوجية في أسرع وقت ممكن. طيب تعالوا نمشي على الروشتة السريعة دي خطوة خطوة عشان نظبط نومنا في يوم واحد بس. أولاً، نصحى بدري جداً حتى لو نمنا متأخر. هتقولي لي هنكون تعبانين؟ طبعاً، بس لازم نتماسك ونيجي على نفسنا لغاية الظهر. ثانياً، يجي الظهر بقى ناخد قيلولة سريعة ما تزيدش، وأكرر ما تزيدش عن 30 دقيقة. إياكم والنوم العميق هنا. اظبطوا المنبه أو خلوا أي حد في البيت يصحيكم. ثالثاً، على بالليل بقى هنكون استوينا حرفياً وهندخل في نوم عميق جداً ونصحى الفجر واحنا في قمة النشاط. المذاكرة الصبح بدري دي يا جماعة خط أحمر ومفيش فيها أي مساحة للتنازل. ليه بقى؟ لأن ساعتين الصبح دول مفيش زيهم في البركة والإنجاز. العقل بيكون صافي تماما ومستعد يستوعب أي حاجة، والأهم من كل ده إننا بنمرن دماغنا يشتغل بأقصى طاقته في الوقت ده، اللي هو بالمناسبة نفس وقت امتحاناتنا. فده بيخلينا ندخل اللجان ودماغنا مصحصحة وفي قمة نشاطها، وبنبني قوة دفع رهيبة ما بتقفش على مدار اليوم، وتدينا ثقة كده في نفسنا مفيش بعد كده. وخدوا دي نصيحة احترافية في السريع عشان نضمن جودة النوم. قبل ما ننام بساعة كده ممكن نشرب حاجة مهدئة زي الكاموميل أو التليو، أو لو متاح ناخد مكمل مغنيسيوم. ده بيساعد العضلات والجهاز العصبي على الاسترخاء، وبيقلل جدا من هرمون الكورتيزول بتاع التوتر، وبكده بنضمن نوم عميق ومريح. احنا فعلا في أمس الحاجة ليه؟ عشان خلايا المخ تتجدد والمعلومات دي كلها تثبت ورا بعضها. وندخل على الركيزة التانية، وقود التركيز أو الأكل. إحنا دايما بنهتم بالأكل لو عايزين بس نعمل فورمة ونروح الجيم، بس بننسى تماما تأثيره المباشر على قدرتنا على المذاكرة. وده بيوضح ببراعة الفرق الشاسع بين وجبات النشويات التقيلة زي المكرونة بالبشاميل أو المحشي اللي بتعمل لنا كراش وتلقمنا وتخلينا مقلوبين على أقرب كنبة ومش قادرين نفتح عينينا، وبين الوجبات الخفيفة اللي مليانة بروتين وخضار وفاكهة. دي بقى بتدينا طاقة نظيفة جدا وتركيز عالي بيكمل معانا اليوم، وبتحسسنا بالخفة واحنا بنستوعب أصعب وعقد المعلومات اللي محتاجة دماغ رايقة. شايفين الرقم ده؟ الرقم ده مهم جدا، 6. دي بقى القاعدة الذهبية للكافيين. يعني لازم جدا نوقف شرب قهوة أو شاي أو أي مشروبات طاقة قبل ميعاد نومنا ب6 ساعات بالظبط. الكافيين يا جماعة بيفضل في الدم لفترة طويلة جدا، وعشان نحافظ على جودة نومنا ونمنع الأرق لازم ندي جسمنا فرصة كافية إنه يفلتر المنبهات دي ويهدى تماما، عشان ما نرجعش تاني لدوامة السهر وتضييع الوقت اللي هربنا منها. وصلنا للركيزة الثالثة، غرفة العزل. في فترة الطوارئ اللي احنا فيها دي احنا محتاجين نقطع علاقتنا بالعالم الخارجي قطعية تامة، مفيش هزار. يعني باختصار لازم نلغي حضورنا في أي مناسبات اجتماعية على أرض الواقع، أفراح بقى، تجمعات عائلية، عزومات. صدقوني الأهل هيسدوا عننا وهيقدروا جدا حجم الضغط اللي احنا فيه ومش هيزعلوا خالص. وفي نفس الوقت لازم نقطع حياتنا الاجتماعية الافتراضية والسوشيال ميديا، وبلا أي رحمة. مفيش وقت للتقليب اللانهائي اللي بيسرق مننا الساعات وإحنا أصلا مش حاسين بحاجة. فيا أهلا بيكم في سجن الموبايل. ده وقت الحسم يا شباب. الموبايل لا لازم يتقفل أو يتحط في صندوق مقفول بوقت، أو حتى نعمله صامت ونرميه في أوضة تانية.
وممكن نديه لأي حد في البيت عشان يكون بعيد عن إيدينا تماما وقت المذاكرة. طول ما الموبايل في محيط الرؤية بتاعنا الدماغ هيفضل مشغول بيه وهيستنى أي إشعار أو رنة عشان بس يهرب من المذاكرة. وبالمناسبة أسطورة إحنا بنذاكر من الموبايل دي لازم تنتهي حالا، لأننا حرفيا بنضحك بيها على نفسنا. الموبايل ده جهاز متصمم عشان يشتتنا، مش عشان نذاكر عليه أبدا. الحل العملي والفعال هو إننا ناخد المحاضرات دي على فلاشة ونطبع الPDF ونستخدم الورق والقلم العاديين جدا. المذاكرة المادية على الورق وتحديد الكلام بالماركر بيشغل الذاكرة البصرية وبيثبت المعلومة في الدماغ بشكل أقوى بمراحل، ده غير إنه بيقلل إجهاد العين جدا. ودلوقتي وصلنا للركيزة الرابعة، وهي ذروة خطة الإنقاذ بتاعتنا، إنقاذ ال80-20، أو زي ما بنقول اسمعوا كلام عمنا باريتو. إيه هو بقى مبدأ باريتو أو قاعدة ال80-20 ده؟ دي قاعدة اقتصادية بتؤكد ببساطة إن 80% من النتائج بتيجي من 20% بس من المجهود أو الأسباب. النظرية دي مش بس بنستخدمها في عالم البيزنس والاقتصاد، دي تعتبر الشفرة السرية لزنقة امتحاناتنا اللي هتنقذ درجاتنا وهتخلينا نلم أجزاء ضخمة جدا من المنهج في وقت قياسي وما يخطرش على البال. دلوقتي اللي مثير للاهتمام بجد هنا هو إننا لو ركزنا هنقدر نشوف بوضوح إن 20% بس من فصول المنهج أو المادة بيجي منها 80% من أسئلة الامتحان والدرجات. متخيلين؟ يعني في أجزاء معينة في المنهج وزنها تقيل، أساسية ومتكررة دايما، وهي دي بالظبط اللي لازم نديها كل تركيزنا وطاقتنا في الأول، قبل ما نضيع وقتنا الثمين في هوامش وتفاصيل صغيرة مش بتيجي في الامتحان أصلا. هتقولولي طيب إزاي بقى نلاقي ال20% الذهبية دي في وسط الزحمة؟ بصوا، 3 خطوات سريعة وعملية جدا. أولاً، نفرم امتحانات السنين اللي فاتت عشان نكتشف الأجزاء اللي لا يخلو ينها أي امتحان. ثانياً، نسأل المعيدين أو زمايلنا الأكبر مننا اللي مروا بنفس التجربة دي قبل كده. ثالثاً، نحاول نعرف من دكاترة المادة نفسهم إيه هي المواضيع الأساسية. الإجابات اللي هنجمعها دي هتنور لنا الطريق وهتعرفنا نبدأ منين بالظبط وندير وقتنا الضيق ده بمنتهى الذكاء. وقبل ما نختم، نصيحة الطوارئ الأخيرة، ودي الخطوة اللي هتحافظ لنا على الإيقاع وقت المذاكرة. جربوا تذاكروا مع صديق مزنوق زيكم بالظبط، صدقوني هنشجع بعض ونرفع معنويات بعض جدا. أو لو حاسين إن ده هيقلب برغي وتضييع وقت، ببساطة شغلوا فيديوهات ستادي وذ مي أو ذاكر معايا اللي على اليوتيوب دي على شاشة تانية أو تابلت ويكون بعيد عن إيدينا. مجرد الإحساس بإن في حد تاني بيكافح ومطحون معانا في نفس اللحظة بيخلق جو من الالتزام الوهمي ودافع قوي جدا للتركيز، وبيخلينا نستحي فعلا نقوم من على الكتاب ونسيب الشخص اللي بيذاكر قدامنا ده. بتطبيق ال4 ركائز دول بالحرف هنقدر إن شاء الله نلم المنهج وننقذ الموقف في اللحظات الأخيرة دي. بس تفتكروا لو كنا طبقنا قاعدة باريتو والتركيز الجبار ده من أول السنة أصلاً، كان شكل النتيجة بتاعتنا هيبقى إيه؟ سؤال كده محتاجين نعيد تفكيرنا فيه للمرات الجاية. ربنا يوفقنا جميعاً يا رب. حان وقت التنفيذ وقفل الشاشات، ما تنسوش الاشتراك، وأشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.